أخ أحمد العراقي يقول: يا شيخ، العراق انباع والحوزة والمرجعية ساكتة. عزيزي، أولا هذا الكلام حقيقة خلاف الواقع، يعني تجني على الواقع. لأنه متى سكتت الحوزة والمرجعية؟ يا أخي الكريم، الحوزة نادت ونادت حتى قالت بوحت أصواتنا. الحوزة طالبت بالتغيير وطالبت بالإصلاح حتى قالت للصبر حدود. والحوزة كانت تنادي وستبقى تنادي بالإصلاح وإصلاح الوضع وإصلاح حال البلد وإصلاح حال الناس. لكن يا أخي الكريم، يعني الإنسان اللي ما يسمع ماذا تصنع له؟ أنت الآن الأب أحيانا ابنه ما يسمع كلامه، فماذا يصنع له؟ الحوزة ما عندها سلطة، الحوزة ما عندها دولة، الحوزة ما عندها جيوش، الحوزة ما عندها جيش وعساكر وتجي تفرض الأمر الواقع. يا أخي الكريم، الحوزة دورها تربوي، دورها ديني، دورها إرشادي للمجتمع. أي الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: وما أنت عليهم بوكيل. رسول الله يقول له: وما أنت عليهم بوكيل. شو تريد من المرجع؟ شو يسوي؟ يعني ياخذ له عصا ويروح للناس يأدبها؟ يا أخي اللي ما عنده ضمير ماذا تصنع له؟ يعني هل تشتري له ضمير؟ يا أخي الكريم، الحوزة ما ساكتة، المرجعية ما ساكتة، لكن بالنتيجة التغيير راد له إرادة. كون المجتمع عنده إرادة للتغيير حتى يتحقق هذا التغيير. أما تقول لي الحوزة والمرجعية، ما تقدر واحد يسوي شيء. يجب أن يكون هناك موقف من الناس لتغيير الفاسدين. هذا هو الواقع.